السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في ميديكاتون. وكل فترة في اغنية بتنتشر وتلاقي نفسك بتسمعها سواء على النت او التلفزيون او حتى في الشارع، وطبعا التكاتك بتبقى قايمة بالواجب لحد ما توصل لدرجة انك بتبقى حاسس ان الاغنية شغالة في دماغك على الرغم ان هي اصلا مش شغالة في الحقيقة. وبتوصل في بعض الناس ان مجرد ما اسم الاغنية يتقال قدامه يحس ان الاغنية شغالة في دماغه، وللاسف بتبقى شغالة في مواقف ما ينفعش تشتغل فيها، زي مثلا انك تكون قاعد في الامتحان. الباحثين وجدوا ان الموضوع ده بيحصل في اكتر من 90% من الناس، يعني تقريبا بيحصل فينا كلنا. ومن كتر ما الاغنيه بتبقى لازقه في دماغك ولانها عماله تلف وتدور، العلماء اطلقوا على الظاهره ديت اسم الاير وورم. ودي طبعا مش معناها ان في ديدان في ودانك، ولكن ده مجرد تشبيه. وحاليا انت سامع صوتي وانا بتكلم في الفيديو، في منطقه في مخ حضرتك بتنور زي اللمبه اسمها الاوديتوري كورتكس او مركز السمع. وهنفترض ان الزرار اللي هينور اللمبه دي موجود في ودانك، وطبعا اي لمبه وزرار لازم يبقى في ما بينهم سلك، واللي بيمثل دور السلك في دماغك هو العصب السمعي. وصوتي دلوقتي هو الايد اللي بتدوس على الزرار، وبالتالي اللمبه اللي في منطقه السمع في مخك تنور. المهم بقى، جه مجموعه من الباحثين جابوا مجموعه من الناس وبداوا يسمعوا الناس دي اغاني كانوا هم عارفينها وسامعينها قبل كده، وفي نفس الوقت كان الباحثين بيراقبوا نشاط المخ عند الناس دي اثناء سماع الاغاني، وده باستخدام اشعه الرنين المغناطيسي. وكان كل حاجه ماشيه تمام طبقا لنظريه الزرار واللمبه اللي احنا لسه قايلينها، يعني الناس تسمع الاغنيه مركز السمع يتنشط واللمبه تنور. المفاجاه بقى ان لما الباحثين وقفوا الاغاني دي من غير ما ينبهوا الناس ان هم هيوقفوا الاغاني، لقوا ان لسه في نشاط كهربي في منطقه السمع، يعني اللمبه منوره على الرغم ان احنا مش دايسين على الزرار، يعني مخك بيكمل الاغنيه لوحده. وده قد يكون تفسير لظاهره الاير وورمز. وعلى الرغم ان الظاهره دي لسه مش مفهومه قوي، لان هم وجدوا الاير وورمز دي بتحصل مع نوعيه من الاغاني اللي بيبقى فيها مقطوعات موسيقيه متكرره او متشابهه، او الاغاني اللي الناس بتسمعها كتير. ولو كانت الظاهرة دي بتضايقك إليك بعض النصائح. الفكرة هنا ان انت بتحاول تشغل مخك بحاجة تانية علشان ما تحسش ان في اغنية شغالة في دماغك. ابسط حاجة ان انت ممكن تمضغ لبان او تحاول تقرا رواية او كتاب. ممكن كمان تحل كلمات متقاطعة او سودوكو، بس في نفس الوقت لو هتحل كلمات متقاطعة او سودوكو تبقى حاجة متوسطة الصعوبة، لانك لو حليت حاجة صعبة مخك هيحاول يريح نفسه، وبالتالي يرجع الاغنية تاني في دماغك. ويمكن ده تفسير انك لما تبقى قاعد في امتحان صعب ممكن تسمع ان الاغنية شغالة في دماغك. ولحد هنا تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنساش تعمل سبسكرايب على اليوتيوب ولايك على الفيسبوك وتفعل التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات الجديدة، وممكن تاخد لفة في القناة وتشوف الفيديوهات القديمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.